محتارة ومش عارفة تعملي ايه، وكل يوم بتسألي نفسك هعمل اكل ايه، الفيديو ده يبقى عشانك. طيب عايزة اعمل حلويات وحاجات حلوة لولادي والمدارس داخلة وعايزة اعمل معجنات، الفيديو ده عشانك. فيديو يا بنات منيو اسبوع كده اقتصادي ووصفات حلوة جدا، وكمان عملتها بطريقة اقتصادية قوي، هتوفر معاكي وقت ومجهود وكمان فلوس. يلا بينا نقول بسم الله. ما تنسيش تدعميني بلايك لو حاجة واحدة من الفيديو عجبتك، وصفة واحدة حطيلي لايك وكومنت حلو عشان ده بيشجعني. ما تنسوش كمان تعملوا شير عشان كل صحابكم تستفيد منه. الفيديو ده ان شاء الله فيديو موفر واقتصادي، وهنعمل فيه وصفات حلوة كتير. واول وصفة معانا هي رز بالعدس او الرز الاسكندراني مع شوية بطاطس كده مسلوقين ومحمراهم، وكمان مدحرجة بيض بقى كده في الزبدة البلدي. عايزة اقول لكم اكلة حلوة جدا مع طبق سلطة بقى كده. عايزة اقول لكم بجد الاكلة دي موفرة جدا وسهلة جدا. طبعا هنطبخ الرز مع العدس، وطبعا كلنا عارفين نعمل الطريقة دي سهلة وبسيطة جدا يا بنات، اكنك بتطبخي رز عادي جدا. انا ما بحطش بصل جواها ولا حاجة، بعملها بطريقة خفيفة قوي. أكلة اقتصادية وكمان تنفع لأكلات آخر الشهر، وكمان ما بتاخدش معاكي وقت خالص. في 10 دقايق بتكوني مجهزة الأكلة، وكلها بروتين وكمان موفرة جدا في 50 جنيه الفلوس. يعني بس تقدروا بخمسين. تتغدوا وتعملوا أكلة مليانة بروتين وكمان طعمها حلو. الوصفة التانية معانا يا بنات تنفع للفطار وكمان تنفع بقى للمدارس، نعملها كده للمدارس في اللانش بوكس بتاع ولادنا. حلوة جدا وكمان مفيدة جدا. هي المينيه او القراقيش بالعجوة. العجوة طبعا مفيدة جدا كلنا عارفين، وطبعا بحط لها سمسم برضو، السمسم مليان كالسيوم يا بنات. وعملتها بطريقة حلوة جدا وكمان اقتصادية. عملت شوية قراقيش كده شوية مينيه، عايزه اقول لكم بجد ما كلفتنيش 20 جنيه، كانت تحفه جدا جدا. وبنص كيلو دقيق عملت الوليمه اللي انتوا شايفينها دي. حلوه جدا يا بنات، وتنفع فطار وتنفع كمان بالعشاء بالليل. نعملها كده مع كوبايه لبن لاولادنا قبل ما يناموا، وتنفع للمدارس. حلوه قوي قوي، اقتصاديه وطعمها حلو وكمان مفيده جدا جدا. عايزه اقولك بقى تقدري تغيري في الفطار وتعملي شويه من المنيه والقراقيش، تحطيهم كده ببوكس عندك وتصحوا بقى تفطروا منها، وتغيروا بقى روتين الفطار اللي احنا بنعمله يوميا. حاجه كده بقى مختلفه وطعمها حلو، وكمان زي ما قلت لكم تنفع لاولادكم في المدارس ومفيده جدا يا بنات. بجد جربوا القراقيش بطريقتي هتعجبكم جدا. شايفين بيخطفوها خطف، من اول ما حطيتها كده خطفوها خطف ما شاء الله. نص كيلو رمى معاها كمية حلوة جدا. وطبعا العجوة مفيدة، انا بحشيها عجوة حلوة جدا جدا. العجوة جبت ب10 جنيه، وجبت كيس دقيق وعملت شوية قراقيش. عايزة اقول لكم وهم يا بنات، وهم بجد. جربوها هتعجبكم ان شاء الله. يبقى بنص كيلو دقيق و10 جنيه عجوة. عملت المنيه اللي انتوا شايفينها دي، ما كلفتنيش 20 جنيه، وعايزة اقول لكم تحفة بجد جدا. اللي عايز المقادير يا بنات يقولي وانا هكتب له المقادير في الديسكريبشن. هنا بقى كان عندي كيس مكرونة، والولاد بقى عايزين ياكلوا مكرونة مختلفة وبطريقة كده سريعة جدا، وكنا مستعجلين. طريقة ايه؟ ال5 دقايق مكرونة. ال5 دقايق دي ايه يا فاتن؟ علبة تونة. عندي بقى مكرونة بايتة ومش عارفة هعمل فيها ايه، فقلت بقى اعمل لهم سلطة مكرونة بالتونة، هم بيعشقوها بيحبوها جدا. عندي علبة تونة بقى على اي كمية من المكرونة، وممكن تحطي ذرة، وممكن تحطي فاصوليا حمراء، وممكن تحطي فلفل الوان. بس انا بصراحة المتاح عندي عملتها علبة التونة وشوية المكرونة، وحطيت عليهم رشة من الفلفل الاسود ورشة كمون ورشة ملح بسيطة، ما تكتريش. وهحط معلقتين 3 من المايونيز. اسهل طريقة وكمان اكلة مفيدة جدا، طريقة سهلة للمكرونة. او لو عايزة تغيري وتأكلي ولادك التونة مش بياكلوها، اعملها لهم سلطة المكرونة دي. وجبة حلوة جدا ومشبعة وكمان مفيدة جدا جدا. حطيت معلقتين 3 من المايونيز وقلبتهم كويس جدا. وزي ما قلت لكم ممكن تحطي كمان فلفل الوان، زيتون، براحتكم خالص. انا طبعا حطيت المتاح عندي، قرن فلفل كده بقى سبايسي عشان الشكل. حاجه كده تحفه يا بنات. مكرونه ال10 دقايق وانا ولادي اصلا بيعشقوها، فبحب كده ادخل لهم التونه في حاجات كده تانية. جربيها اكله للناس المستعجله. هنا بقى عملت الجاتو شاتو يا بنات ببيضتين 2 بس. ايوه بيضتين 2 بس وكوبايه لبن. عملت الجاتو شاتو بصوص كمان تحفه جدا، صوص شوكولاته من غير شوكولاته. ايوه صوص شوكولاته من غير شوكولاته، حاجه كده وهم يا بنات.
بجد وصفة حلوة جدا، برضو تنفع للفطار، تنفع كده نحطها لولادنا برضو في اللانش بوكس كده نغير لهم، بما ان احنا مش هنجيب بقى حاجة من بره، نعمل كل حاجة في البيت. عايزة اقول لكم هشة وطرية بطريقة فظيعة جدا، حلوة جدا، جربوها تعجبكم جدا. دايبة دوب كده، بتدوب كده في البق وهشة جدا جدا. ولا الصوص بقى يا بنات، صوص تحفة اقتصادي على النار، عملته على النار مش على البارد، احلى بكتير من الصوص البارد. وشوية فورماسيه بقى كده، وغيرت الشكل خالص، حاجة كده بقت تحفة جدا. جاتو شاتو بأسهل طريقة، جربيه لولادك واعمليهم كده مرة في الويك اند برضو، غيروا كده الروتين، نظام الروتين بتاعكم يعني، اعملي كده حاجة جديدة. ما تشتريش حاجة من البيت، واعملي ما تشتريش حاجة من بره قصدي سوري، واعملي كل حاجة في البيت. شوية فورماسيه بقى كده نحلي الشكل، حاجة كده تحفة يا بنات، جربوها ان شاء الله تعجبكم. ومقاديرها بسيطة جدا، وبعملها كمان في الخلاط يا بنات، احلى جاتو شاتو عملت واحلى كده صوص شوية كمان، من الكرواسون يا تعملوه بنات بنص باسهل كيلو طريقة. دقيق، عملت كده كرواسون الافران، ايوه كرواسون اقتصادي ومن غير زبدة، وكمان بحشوة اقتصادية جدا. هي صوص كده عملته بس تقيل شوية على النار، وعايزة اقولك حشيت بقى الكرواسون بتاعنا احلى من الشوكولاتة كمان، تحفة واقتصادي وطعمه حلو جدا. وبنص كيلو دقيق عملت الكمية اللي انتوا شايفينها دي. وفري فلوسك واعملي كل حاجة في البيت، وكمان ينفع للولاد وهم رايحين على المدارس او رايحين بقى الدروس او حاجة، حط لهم كده شوية في الشنطة بتاعتهم او اللانش بوكس بتاعهم. عايزة اقولك كده حاجة تحفة جدا وطعمه جميل جدا يا بنات. وعايزة اقولكوا هش وطري جدا جدا، لا احتاجنا زبدة ولا كلفناه ولا اي حاجة خالص. جربي الوصفة ان شاء الله تعجبكم. عايزه اقول لكم بجد يعني اولادي كانوا بيخطفوه كده وانا عماله ارص على الصينيه كده عشان اوريكم شكله عامل ازاي. ابني مش ساكت بيقول يا ماما تحفه. اللهم بارك، بنص كيلو دقيق عملت الوليمه اللي انتوا شايفينها دي. وادي الصوص الاقتصادي من معلقتين كاكاو، عملت طعمه حلو جدا. والصوص ده يا بنات موفر جدا جدا، بمعلقتين كاكاو عملت الصوص التحفه ده. جربوه يا بنات هيعجبكم جدا. هنا بقى كنت عايزه اعمل بانيه، بس بانيه 10 دقايق هشويه يا بنات مع شويه مكرونه وطبق سلطه كده، وهحمر شويه بطاطس، هتبقى وجبه حلوه جدا. ده ربع كيلو من البانيه، هحط عليه معلقتين من المستردة، والمستردة بتديها طعم حلو قوي ولون حلو كمان. وهحط بقى كمان صوص الباربيكيو، وكمان الصويا صوص لو متاح عندك تحطي معلقه. ولو عندك زبادي حطي، بس انا بصراحه قعدت ادور ما لقيتش زبادي عندي، فالزبادي بيديله تيست حلو قوي. وحطي بقى البهارات اللي انت بتحبيها، بودره بصل، بودره ثوم، بابريكا، 7 بهارات او بهارات الفراخ، حبه هان باودر، فلفل اسود طبعا. عايزه اقول لكم كل التوابل دي بتديله تيست حلو قوي. حطيت بقى شويه من الزعتر كمان وشويه من السماق، بيديله طعم حلو قوي. احسن بقى ما تقعدي تحطي بصل مبشور، والبصل والطماطم يتحرقوا منك. الطريقه دي سهله جدا جدا لاي بني انت عايزاه مشوي، او كمان لو هتشوي فرخه كامله ينفع، او دبابيس او اجنحه. التتبيله دي حلوه جدا جدا يا بنات، ودايما بعتمدها. هنا بقى عندي كمان عجينه هشه وطريه، عملت منها الفطاير او والباتيه. عايزه اقول لكم بجد حلو جدا جدا، هشه وطريه وجميله. وكمان تنفع برضو للفطار او للعشاء. بنص كيلو دقيق عملت كميه كبيره جدا، وشويه كريز بقى كده زينتها كده وخليتها زي بتاعت بره بالظبط عشان ولادي يحبوها. هتعجبكم قوي يا بنات الفطاير دي، او الباتيه بتاعنا او الدانش. مش عارفه بقى، احنا عملنا منها وصفات كتير قوي، وصفات كتير قوي من عجينه واحده، طلعنا حاجات مختلفه جدا جدا. طعمها حلو جدا وكمان اقتصاديه. وعايزه اقول لكم بجد فرقت معايا كتير. حطها بوكس كده بقى، ولما يعوزوا بقى كده ياكلوا مع الشاي بلبن او اللبن بالليل كده حاجه، بطلع لهم بقى الدنش اللي انا عملته او الكرواسون. حلو جدا جدا جدا، جربوه يا بنات هيعجبكم. بانيه الباتيه بتاعنا بطريقه اقتصاديه جدا، وعجينه ال10 دقايق، عجينه هشه وطريه وبترمي معاكي كميه كبيره جدا، وطعمها حلو قوي. كمان عملناها بشكل اللي بره بتاع الافران عشان يشد الولاد، وهشه وطريه جدا مش تاخد معاكي وقت. فرحي ولادك واعملي لهم الحاجات دي في البيت، احسن بكتير من نشتريها، لان الاسعار بقت غاليه جدا يا بنات. وكمان الحاجه في البيت انضف بكتير. اتمنى يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، ووصفاتي كمان تكون تعجبكم. مش تدعموني بلايك وشير وكومنت حلو زيكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو حاجه واحده من الفيديو عجبتكم متنسوش تحطوا لي لايك عشان الفيديو يرفع. مع الف سلامه، توحشوني.